مباريات هذه البطولة. الكرة على حدود منطقة الجزاء، محاولة وبعد ذلك صافرة تأتي من جانب حكم المباراة. صافرة تعلن عن أول ركلة جزاء في البطولة في اللقطة الأخيرة الماضية، وقرار الحكم هنا في أصالة الأصالة. اليماني يتقدم، اليماني يسجل أول أهداف في المباراة لمصلحة المنتخب اليمني. الكرة في الشباك، عبد الرحمن الخضر يتقدم لصالح اليماني مباشرة من علامة الجزاء. يتقدم المنتخب اليمني 1-0 على شقيق المنتخب العراقي، والكرة احتضنتها الشباك في الزاوية الأخرى قريبة من اليمن، والأجواء تقريبا متشابهة بين محافظة ظفار وبين المحافظات اليمنية. بينما هنا محاولة، هنا فرصة، البحث عن مرور، سقوط في اللقطة الأخيرة الماضية، ثم التسديد. هدف ثاني لمصلحة اليماني، هدف ثاني لمصلحة اليماني السعيد، هذه المرة من جانب محمد شمس الدين. الحضارات الجميلة، هنا يرتفع العلم، هنا ترتفع الراية، لها تتفاعل. لاحظوا مرة أخرى تصويبة قوية، وأسود الرافدين يستفيقون على هدفين سريعين من جانب المنتخب اليمني. يا لها من كورة، ويا لها من لعبة، ويا لها من فرحة في اللقطة الأخيرة الماضية. يتمكن كرار يلعب كرة إلى داخل منطقة الجزاء، فرصة ومحاولة، وبعد ذلك الخطورة ما زالت قائمة صافرة. التغطية والخطأ لصالح المنتخب اليمني، أو هي ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء بالفعل لصالح المنتخب العراقي. تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب العراقي. الآن بدأ المنتخب اليمني من علامة الجزاء، على يصوب وعلى يسجل هدف تقليص الفارق لمصلحة منتخب العراق. أسود الرافدين الصغار بالشكل الكبير، لكن لاحظوا التصويبة القوية.